السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فندت المديرية العامة للأمن الوطني تفنيدا قاطعا للخبر الذي تداولته بعض الصحف الوطنية والمتعلق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف. وأكد بيان للمديرية اليوم الجمعة أن هذان الإطاران الساميان للأمن الوطني غير معنيين بهذه الحركة الجزئية. وأوضح البيان أن الحركة الجزئية مست نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح والتي تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي الجهوي والولائي. كما أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحركة الجزئية ليس لها أي علاقة بأي قضية جزائية كما أدعته هذه الصحف الوطنية. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.